اهلا بيكم معانا في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم دوناتس كل الناس بتحبها. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هنعملها كده بمزاج رايق وشكلها يطلع معانا تحفة. اهم حاجة نختار اليوم المناسب ونكون فايقين كده ونعمل الوصفة دي وهتنجح معاكم 100%. الوصفة دي مضمونة ان شاء الله. جربوها وقولولي في تعليقاتكم ايه رأيكم فيها. الدوناتس دي هشة جدا ومنفوخة وذهبية كده اما بتتحمر. وصفة ناجحة 100%. هنحتاج ايه؟ 7 كوبايات من الدقيق. انا استخدمت العجان، لو ما عندناش عجان ممكن نعجنها بايدينا بس هتاخد وقت اطول شوية. استخدمت هنا كوباية وتلت من اللبن، معلقتين كبار من السكر، معلقة من الخميرة مع معلقة من السكر، حطاهم في كوباية مية دافية لمدة 10 دقايق، ورشة ملح كده خفيفة، ومعلقة كبيرة من الفانيليا، وتلت بيضات. وهنبدأ نعجن كده على السرعة الهادية لمدة 5 دقايق، وبعدين نعلي السرعة ونضيف تلت كوباية من المية، واحدة واحدة كده. العجينة مش بتاخد وقت خالص زي ما حضراتكم شايفين شكلها. شايفين طرية ازاي؟ هنغطيها وهنسيبها لمدة نص ساعة عشان تهدى شوية، وبعدين نحط كوباية من الزبدة الطرية، أهم حاجة تكون طرية، ونبدأ نعجن. ده سر نجاح العجينة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، وقولولي عاوزين حلويات ايه تاني اقدر اعملها لكم، وان شاء الله هتشوفوها في القناة. هنحطها في بولة نضيفة كده ونغطيها لمدة ساعة لحد ما تخمر كويس. دلوقتي خلاص اتخمرت زي ما حضراتكم شايفين. العجينة تحفة، طرية جدا وجميلة. شايفين الفراغات اللي فيها عاملة ازاي؟ الدونات نفسه لما يتقلى تطلع هش كده. دلوقتي بقى هنحط دقيق كويس على الكاونتر اللي هنشتغل عليه، ونفرد العجينة برشة دقيق كده. نفردها بايدينا عادي، بعدين نفرد بالمردنة. شايفين العجينة جميلة ازاي بتتفرد بمنتهى السهولة. هنجيب كوباية عادية او قطاعة حسب رغبة حضراتكم. انا حابة السايز بتاع الكوباية دي فهستخدمها. هبدأ اقطع كده الدونت، لو حابينها اصغر او اكبر حسب رغبة حضراتكم. اهم حاجة نحطها كده في دقيق وبعدين نبدأ نقطع عشان ما تلزقش في العجينة. والعجينة الزيادة دي او هنرميها هنستخدمها. هنبدأ نقطع والحاجات الصغنونة ديت اللي في النص هنستخدمها برضو بشكل حلو جدا. استنوا معانا لاخر الفيديو هتشوفوا حاجات حلوة جدا. ده شكلها كده. هنبدأ نرصها طبعا على ورق زبدة زي ما حضراتكم شايفين، ونغطيها 10 دقايق بتبقى جاهزة. نبدأ نقص كده ورق الزبدة زي ما حضراتكم شايفين عشان يبقى سهل علينا واحنا بنقليها ما تلزقش ولا اي حاجة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هننزل بقى في طاسة على النار. اهم حاجة تكون طاسة واسعة وفيها الزيت على درجة حرارة متوسطة، لا هي عالية ولا واطية. ننزل واحدة واحدة كده، والزيت ما يكونش حامي جامد عشان ما يحمرش الدونات قبل ما تستوي. شايفين؟ ونفضل نقلب كده. عاوزة بقى صبر شوية عشان يطلع اللون اللي احنا بنحبه والهشاشة. نفضل نقلب كده شوية. شايفين شكلها حلو حتى وهي بتتقلى من غير اي حاجة. كده بدأت تجمد معانا شوية. نفضل نقلب نقلب ونخلي بالنا طويل لحد ما يجي اللون الذهبي اللي احنا عاوزينه.
شايفين لونها بقى جميل ازاي؟ ما شاء الله عليها، تحفة تحفة. خلاص وبقت كريسبي كده من بره، جميلة جدا. دي بقى انا سايباها لحضراتكم، كل واحد حسب اللون اللي يحبه. لو عاوزينها فاتحة شوية او اغمق مفيش اي مشكلة، انا بحبها كده. هبدأ اطلعها زي ما حضراتكم شايفين كده. اهم حاجة نطلعها على سلك عشان ما تطراش، تفضل كده كريسبي وطعمها حلو. الحاجات الصغنونة ديت برضو هنقليها عشان هنستخدمها زي ما قلت لحضراتكم في اخر الفيديو، ونفضل نقلب فيها. برضو من نفس الطريقة بنقلب كل شوية كده، نقلب لحد ما تتحمر زي الطاسة اللي قبلها. شايفين لونها حلو ازاي؟ تطلع حلوة جدا وكمان الأطفال بيحبوها. هنيجي بقى الوقت اللي أنا بحبه، هنستخدم أي شوكولاتة احنا بنحبها. أنا هنا مستخدمة شوكولاتة عادية وحاطة فيها مكسرات، والشوكولاتة التانية شوكولاتة بيضة زي ما حضراتكم شايفين. شايفين شكل الدوناتس حلو ازاي؟ ومش عاوزة أقول لكم قد ايه هي هشة وخفيفة جدا في ايديا. شايفين بقى التزيين ده أنا بسيبه لحضراتكم، كل واحد حسب الحاجة اللي يحبها. بس أنا أوريكم شكل التزيين اللي أنا عملته، شكله حلو جدا. نرش كده شوية من الشوكولاتة البيضة على الشوكولاتة العادية، يدينا شكل حلو. وهنرش شوية من الشوكولاتة البني على البيضة. كل واحد بقى حسب ذوقه. أنا جايبة هنا حاجات للتزيين شكلها حلو، هبدأ أرش وأزين كده، كل واحدة مختلفة عن التانية. تحفة ما شاء الله، كأننا شاريينها من محل حلويات فاخر. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، وكمان الولاد بيفرحوا فيها جدا. شكلها جميل وطعمها جميل جدا جدا جدا. هوريكم شكل الدوناتس من جوه ايه، هتحسوا ان هي هشة جدا 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 زي ما بقول لحضراتكم. ما شاء الله شكلها حلو جدا. دي كمان الكور الصغيرة اللي كانت في النص انا حطيتها
في شوكولاتة بيضة، حطيتها كمان في شوكولاتة بني. دي الدوناتس شايفين انا قطمتها لحضراتكم، وبالهنا والشفا. اشوفكم في اكلة جديدة، مع السلامة.